السلام عليكم، تحية طيبة ليكم وين ما كنتوا. صحيتوا يا الزينات؟ وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير والناس العزاز عليكم كامل بخير والصحة وعافية يا رب. قبل ما نبداو لا فيديو نتاعنا نصليو كامل لحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا فيديو نتاعنا اليوم فيها حلوة حلوة، ربي يحلي ايامكم وايامنا. ليا حلوة المادلان، حلوة يعشقها الكبير والصغير، ما كانش اللي ما يحبهاش. اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة واقتصادية، ما عليكم غير تجربوها وعينيكم غمضين. ما واحد السر خطير جدا راح يخلي المادلان تاعكم يجي نفسه تاع المحلات، يجي خفيف وطالع اسفنجي 100%. ما عليكم غير تبعوا لا فيديو الى النهايه. اول حاجه نسميو بسم الله على بركه الله. واش نحتاجو في الوصفه هذه؟ 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. اذا عدا البيض كبير نقدروا نديروا 2 بيضات وراح يجيكم ناجح 100%. بعدها نضيفوا رشه من الملح الضروريه هكا باه القوام يكون معتدل. نزيدوا معه كذلك كاس من السكر، الكاس هذا السعه نتاعو 220 ملل. ثم بعد ذلك نضيف منكه الفاني. انا كان متوفر عندي ليكيد، اذا متوفر عندك الغبره تقدري تضيفي ملعقه صغيره فقط. بعدها مباشره نجيب الباتور، اذا مش متوفر عندك الباتور تقدر تستعملي الفوي، لكن راح يسهل عليك بزاف الوقت. نخلطوا المكونات بهذه الطريقه حتى تشوفوا بلي المزيج ضاعف الحجم نتاعو واللون تغير الى اللون الابيض. بعدها مباشره نضيف كاس من الزيت بنفس الكاس اللي كينا به السكر نضيفوه، لكن بالتدريج يعني على دفعات. وفي نفس الوقت راني نخلط بالباتور حتى الزيت يدخل مليح في خليط البيض مع السكر بهذه الطريقه. وهنا كملاحظه صغيره للزينه نتاعي باللي سرعه الباتور راني دايرتها غير في الدرجه الاولى، والهدف من العمليه هذه انه نخلط المكونات كامل بدرجه تكون سرعه واحده. بعدها نضيف كاس من الحليب الدافي بطبيعه الحال، حتى الكاس تاع الحليب نضيفه بالتدريج يعني على دفعات حتى نتاكد بلي الخليط كامل جانس. ثم بعد ذلك نروح المرحله الثانيه اللي نضيف فيها النواشف اللي عباره عن فرينه وخميره كيميائيه. بطبيعه الحال ما تنساوش المصفات، لازم تغربلوا الفرينه والخميره. نديروا الكاس الاول مع الكاس الثاني، بعدها نضيفوا الكيس تاع الخميره الكيميائيه الاول مع الكيس الثاني، لكن ندو منه فقط النصف. بهذه الطريقه نغربلوهم. ثم بعد ذلك هنا نجيبوا الفوي ونروحوا المرحله الثانيه، نحاول ندخل مليح الخميره والفرينه في الخليط تاع البيض والسكر والزيت بهذه الطريقه. كما راكم تلاحظوا بلي الخليط مازال سائل، نضيفوا الكأس الثالث لكن بالتدريج. بطبيعه الحال لازم تغربلوه ثاني ونخلط بشويه، يعني نحاول ندخل فرينه مليح الخليط نتاعي. كيما راكم تشوفوا هنا تحصن على خليط هذاك هو، يعني كي تشكلوا رقم 8 او رقم 3 الاثر نتاعو راح يطول. والطريقه هذه تخلينا بلي الخليط نتاعنا ما يحتاج انه نضيفوا له كميه اخرى من الفرينه. يعني الخليط نتاعنا دا 2 كيسان ونصف من الفرينه، لهذا نوعيه الفرينه راها تختلف من نوعيه الى اخرى. ودرك يا الزينات نروحوا المرحله المهمه اللي هو السر الخطير اللي يخلي المادلان تاعكم يجي طالع وخفيف اسفنجي. الله الله، انكم تغطيوا الخليط نتاعكم بغطاء بلاستيكي وتدخلوا الاناء هذا الى الثلاجه مده ليله كامله او على الاقل ساعتين فما اكثر. للامانه انا خليته اكثر من 4 ساعات. هنا بعد ما خرجت الاناء نتاعي كما راكم تلاحظوا بلي الخليط يبان ثقيل، وهكا حتقولوا بلي المادلان تاعنا مش راح ينجح، لكن خلطوه خلطه زوج راح يكون خفيف وراح ينجح لكم، يجيكم ناجح 100%. هنا قبل ما تخرجوا الاناء نتاعكم لازم الفرن يكون شاعل على اعلى درجه. بعدها نجيب المول تاع المادلان تاعي ونحاول نفرغ الخليط، نعاون روحي بالملعقه وتحاولوا ما تكثروش الخليط يعني في الكيسات، يعني نديروا نصف الكميه فقط هكا باه نتجنبوا انه الحبات المادلان تاعنا ما يفيضوش في المول. كما راكم تشوفوا نعمر كامل حبات بنفس الطريقه، ما تكثروش الكميه يعني نديروا غير نصف الكميه. بعدها نخبطوا خبطه خفيفه يعني هكا باه الهواء اللي دخلوا كامل راح يخرج، وندخلوا الى الفرن مباشره. هنا شرط من شروط نجاح المادلان تاعكم انكم كي تجوا تدخلوا الى الفرن لازم تنقصوا له درجه الحراره، خليو حبات المادلان تاعنا يطيبوا. بعدها مباشره نروحوا للطريقه الثانيه اللي هي المادلان يكون محشي بالمعجون، اي معجون تحبوه نتوما. واش هو السر اللي يخلي المعجون ما يهبطش في قاعده المول؟ كما راكم تلاحظوا نجيب كميه صغيره من الخليط. بطبيعه الحال هنا الخليط تاع المادلين راه كان في الثلاجه، يعني نفس الطريقه نتبعوها هكا باه ينجح لكم المادلين تاعكم. ندير نصف الكميه من الخليط، بعدها نجيب كميه من الفرينه نحاول نغربلها بخفيف، وبعدها نضيف ملعقه صغيره من المعجون. من المستحسن انكم تخيروا المعجون يكون ثقيل، خاصه تاع المشمش راح يجيكم ناجح 100%. وهنا الفرينه الدور نتاعها راح تكون كطبقه عازله بين المعجون وبين خليط تاع المادلين.
بعدها نكمل حبات كامل بنفس الطريقه ونضيف في الاخير نصف الكميه تاع الخليط تاع المادلين بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. يعني الفيديو راه يوضح الطريقه. نكمل حبات كامل، بعدها نخبطوا خبطه خفيفه باه نتخلصوا من الهواء اللي دخل المادلين تاعنا. بعدها ندخلوا الى الفرن نطيبوا بنفس الطريقه اللي طاب بها المادلين الاول. وبالنسبه لطريقه الطهي نتاعو نعرفوها كامل، يعني نطيبوه من تحت يعني حتى نشوفوا بلي الحبات انتفخوا والجوانب حماروا، بشرط انكم الباب تاع الفرن ما تفتحوش هكا باه ما يغسلكمش العمليه تاع المادلين تاعكم. بعدها نطفيو من تحت ونشعلوا من فوق ونخلوه يدي تحميره بخفي. بعد ما طيب حبات المادلين تاعنا نخرجوهم ونخلوهم يبردوا. بعدها التزيين يبقى اختيار، الشيء اللي متوفر عندك في المنزل تقدري تزيني به. يعني البنه نتاعو راها في طبيعته. للامانه انا هنا درت له كميه معتبره من وات كوكو ورشيت عليه شويه سكر ناعم، والباقي درته بالكاوكاو محمص ملحي في الخشن. كما راكم تشوفوا حبات المادلين في صحن التقديم بدون تعليق وبدون مدح وبدون شكر. وصفه ناجحه مليار في المئه. مع السر اللي مديته لكم انا نقولك جربي وعينيكم غمضين، راح يخرج نفسه نفس تاع المحلات وخير منه بألف خطره، لانه خدمتي بيديك انتيا وفرحتي بيه العائله نتاعك وخليكم تشوفوا النتيجة بعينيكم. يعني الوصفة هذه ناجحة مليار في المئة. تقدروا هذه الوصفة تطبقوها وديروها كمشروع مربح. ما عليكم غير تبعوا الأسرار راح تنجحوا فيه وراح يجيكم ناجح مفشفش. الله الله. شهيتكم في الجنة حبيباتي. بلا ما ننسى الأمهات اللي راهم يتابعوا فيا، على بالي بلي راكم في ضغط الامتحانات. أنا نقول لك نوضي الشمر على يديك وفرحي وليداتك بالحبات على المادلين هذه وخليهم يشموا ريحة المادلين في الدار. هكا راح تفرحيهم وتزهيهم وتطلعيهم من المورال. وانتي يا زينة وصلتي هنا، يلا فرحيني بذاك الجام والتعليق شباب كيما انتيا، وبارطاجي القناة مع الحباب والعزاز اللي عندكم. يلا نتلاقاو في فيديو جديد. في امان الله. السلام.